الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. معانا الكيلو الدقيق 4 بيض وكوبايتين سكر و... وكوبايتين سمنة. الكيلو الدقيق نص كيلو يعني، وأربع بيضات واتنين فانيليا وريحة الموز وواحدة بيكنج باودر. تحط كل المكونات دي في الخلاط معاكي لما تبقى كريمي كده، كريمي شبه الكريمة بالظبط كده، ناعمة وبيضة وحلوة. تروحي حطاهم في الحاجة اللي بتعجني فيها وتحط عليهم الدقيق برشة الملح وتعجني. اللهم صل على النبي. بعد ما تعجني حسب العجينة ما تاخد معاكي، لقيتيها ناشفة وما مش مكفية الخلطة بتاعتها، زودي بحبة لبن. لقيتيها طرية زي أنا كده ما بعجن الحاجات اللي معايا طرت العجينة، فرحت رشلها معلقتين دقيق ولميتها بيها. وهو اللهم صل على النبي شايفين في الصينية بإيدي بالقمع. لا محتاجة مكنة، المكنة عندي بس مفيش حد كان قاعد يشغل. جبت القمع بإيدي كده والعجينة وقطعتهم، والله أكبر، وأنا قاعدة قدام الفرن بتاعت البوتاجاز. ايد في الفرن وايد في البوتاجاز، ايد في الفرن وايد في القمع، وقطعتهم وخلصت وعملت الحمد لله. ملينا حلة كبيرة الله أكبر قد كده، والعيال كلوا واحنا كلنا والحمد لله، ورضينا البيت كله واتسترت والحمد لله. المعايير دي اللي احنا ماما بتقول لكم عليها دي معيار الكيلو، واللي حابب يزود يضرب عدد الكيلوات اللي اتنين. عايز يعملها بقى ايه في 2. لكن احنا بنقول معايير قليلة علشان العرسان الجداد اللي لسه بيتعلموا عشان ما البنات يبوظوش في حاجات كبيرة. البنات الصغيرة اللي لسه ما اه، بتعرفش تعمل. يعملوا ايه، كل واحد يعمل على قده، والحمد لله. تبقى حاجة بسيطة. وعملت بعديهم حبة الكعك بالمرة، وادي حلة البسكوت شايفين قد ايه اتملت. ما شاء الله تعدي اللهم والله بارك. البسكوت الكيلو، كيلو ونص دقيق عدوا 3 كيلو كعك، 3 كيلو بسكوت. وادي كل الخلطة في الخلاط اهي قدامكم، تعمليها في الخلاط ماشي، عندك هندل فريندر ماشي، عندك المضرب السلكي ماشي، على حسب مشي حالك ما توقفيش الدنيا والحمد لله. والكعك برضو نفس الحكاية. عملت الإزازة ما نفعتش، اللي هم عاملينها دي على النت ما نفعتش، رحت جايبة القمع وريحت دماغي وعملتهم والله أكبر. وآدي البيكنج باودر محضراه وراح نحط عليه الدقيق، وآدي الدقيق الحمد لله. وتنخلي الدقيق قبل ما تعجني، والله ما صلي على النبي والحمد لله. وعملنا أحلى بسكوت. تيجي بقى للكعك. كيلو الكعك أنا عملت 2 كيلو كعك، 2 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنة، 4 معالق سكر مع كوباية لبن مع كيس الخميرة. تحطيهم جنبك دول، تعملي بيهم تزودي بيهم، وتحطي السمنة على الدقيق. سواء عايزة تعمليها مغلية السمنة مقدوحة يعني ماشي، عايز تعملي على البارد ماشي. أنا النهاردة قلت نجرب على البارد، بس الله أكبر طلع زي الفل الحمد لله. عملتها على البارد، السمنة كده طالعة من العلبة، على ما تفتحش السمنة طالعة من العلبة، ما ولا قدحت ولا عملت، كبيتها عادي وفضلت نبس فيها، ورشة الملح وكيس الخميرة والحمد لله. وعملنا أحلى كعك لحد بتبقى مرملة العجينة كده في ايدك شبه رملة البحر كده. وبعد كده تمسكيها انت، تمسكي ترشي رش باللبن، ترشي قدامك على حسب ما تاخد معاكي، وتمسكي العجينة تبرمي العجينة على ايدك. فرقعت منك كده وشققت، يبقى العجينة محتاجة مية عشان تلم، او لبن اللي حسب اللي عندك تزودي بيه. لقيتيها طرية وسايحة، معلقتين دقيق برضو ايه تلميها بيها. وتشغلي دماغك، ما تستنيش ايه ان انت تروحي تشتري حاجات من بره في الغلا اللي احنا فيه ده. حرام، العيال دلوقتي عايزة تاكل وعايزة تشرب، فنعمل لهم الحاجات من البيت صحية ونظيفة. وجبت لهم زي ما انتوا شايفين نص كيلو موز، نص كيلو ملبن، ملبن. نص كيلو ملبن. وجبت 10 جنيه سمسم و10 جنيه سوداني. السمسم حطيت منه في العجينة وخليت حبة خلطتهم في الحشو. يعني بأقل التكاليف تقدري تعملي احلى حاجة في بيتك. مكسرات البيت اللي هي بيسموها مكسرات الغلابة، لسه مش معانا نروح نجيبوا مكسرات ونحشب مكسرات زي الناس الهاي. حاجات بسيطة. حاجات بسيطة. واكلنا العيال. وبص شايفين من تحت احلى من فوق، من فوق احلى من تحت، واحلى كعك. والريحة كانت كل اللي يخش الشقة ولا يخش البيت يقول مين اللي عامل كعك، والحمد لله. ورضينا العيال وملينا الكروانة اهي، وادينا الكبار والصغيرين واتسترت والحمد لله. اتفرجوا بصوا، ادي عمايل ايدينا، وادي وتحط معلقة السمنة البلدي، انا نسيت كمان معلقة سمنة بلدي عشان تبقى ريحة الكعك بالسمنة البلدي. شمي احلى ريحة مع ازازة الموز، ريحة الموز الله اكبر الحمد لله.
جربوا بقى الوصفة بتاعتنا وقولوا لنا لما تجربوها في التعليقات، ويا رب يكون وصفتنا للنهارده عجبتكم. وما تنسوش تدعوا لماما دعوة حلوة كده، وتدعوا لجدتي وجدي ربنا يرحمهم يا رب، ويرحم امواتنا وامواتكم. كل سنة وانتم طيبين، خفف عن وعيد سعيد فلسطين يا علينا رب، وعليكم يا رب. وخفف عن فلسطين يا رب. اللهم امين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. معانا الكيلو الدقيق 4 بيض،